ها سي وزير الخارجيه البلجيكي، واش راك؟ لاباس الحمد لله. وعلاه تستقبل في بوريطه؟ شكون بوريطه تاع المغرب؟ انت واش دخلك؟ هي نستقبلوا، انت واش دخلك؟ هذه الحقيقه. عطاف اتصل بلافروف بعدما استقبل بوريطه، وحب يبين له امتعاض الجزائر وغضبها، قال له يا طيطي طي كوب عليه. هذه الحقيقه. انا تمنيت ما نقولش الكلام هذا، تمنيت انني نقول باللي عطاف كان زعفان وعيط له لافروف قال له عطاف يرحم بك ما تزعفش والله غير تسمى حشمت برك استقبلته تاع زوج دقائق في الكولوار وقلت له روح بعد. انا تمنيت من كل قلبي انه تكون هذه الحقيقه، انه بالفعل لافروف اتصل بعطاف يعني يوضح له، لكن الحقيقه لا. عطاف هو اللي اتصل بلافروف يقول له ودي عليه استقبل في بوريطه، ولافروف قال له مشي طيط وكوب عليه. زاد اتصل ببلجيكا قال له ودي عليه استقبل بوريطه، قال له واش قودك تا يمشي شوف طيطيه. اذا عطاف راهو قاعد يتجلب كما يقول لك الناس ويبهدل في روحه مع الوزراء ويقول لهم عليه تستقبلوا في بوريطه. كان من المفروض يروح قبل بوريطه روسيا وبلجيكا وايطاليا وكذا كذا ويغلق له الطريق، قال حتى ويجيكم قضيه الصحراء الغربيه ما كاش. هاي السياسه الدبلوماسيه، وهاي المخابرات الخارجيه وخدمتها من قبل. لو عندنا استقرار في الامن الخارجي واستقرار في الخارجيه الجزائريه الدبلوماسيه ما نوصلوش لهذا الحضيض. بالنسبه لنا احنا امريكا في هذا التصريح الخطير هذا نتاع الجنوب وكذا وكذا اللي حب تنهشنا من الجنوب، راهي توجد نفسها لحرب راح تقسم الجزائر. علاش؟ لانه كما يقولوا الان حطونا في فخ. الجزائر لازم تقبل بالوسمو نتاع ترامب، لازم تقبل واش تقبل. الجزائر لازم تقبل انها تعترف بالسياده نتاع الصحراء الغربيه على المروك. يعني وصلنا في الحقيقه للمسقي مع امريكا، وصلنا معهم للمسقي. ولما نقول امريكا معناتها وصلنا للمسقي مع الكيان، لانه لما يتكلم جراد كوشنر ويقول هذا الكلام وهو تعرفوا شكون هو، يعني صهيوني الى ابعد الحدود، ما هوش يقول هكذاك برد بارد هكذاك حاقد على الجزائر. لازم تقبلوا الصحراء الغربيه صحراء مغربيه، حبه من حبه وكارهه من كاره، هكذا راهو يقول. ويلا ندمروكم. ما كفاش، شوف ما كفاش انه تبون وشنقريحه واللي معاه، خاصه شنقريحه لانه قرار هذا ياخذوا شنقريحه انهم باش يمتصوا الغضب نتاع الامريكيين من قبل. هذه في اوت قرروا انهم يعطيوا استثمار الغاز الصخري للشركتين الامريكيتين دو جيون اكسون وشوفرون. هذو عطاو لهم باش يستغلوا الغاز الصخري في الجزائر. والغاز الصخري هذا يعني راكم تعرفوا ولا سمعتوا انه الاستغلال نتاعو راح يدمر البيئه 100%. ما نهضرش يعني في التفصيل، ولكن الشيء اللي يهمنا احنا انه تلوث الطبقه المائيه اللي عندنا في الصحراء راح يكون كارثه على الزراعه الصحراويه، راح يكون كارثه بأتم معنى الكلمه. لما انت تلوث ملايير المتر المكعب نتاع الماء الصالح للشرب، البحر اللي راهو عندنا تحت الصحراء